السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف كيهم اصحاب الفيلات، الاخطاء الكهربائيه اللي ممكن تسبب مشاكل كبيره. كيفاش نتفاداوها باش نعيشوا في امان ونوفروا في الضوء؟ اول حاجه، بزاف ديال الناس كيديروا خطا كبير، كيركبوا ديجانكتور واحد لعده اجهزه. هذا الشيء خطر بزاف حيت اي عطب صغير يقدر يقطع الضوء كامل في الفيلا. الحل هو تقسيم الدوائر، كل غرفه او جهاز كبير خصو ديجاكتور خاص به. أجهزة ثقيلة بحال المكيفات السخانات الكهربائية ولا الفران هادو خصهم خطوط مستقلة، ديجاكتور خاص. إلا جمعناهم مع باقي الأجهزة كيوقع التحمل الزائد، يقدر يحرق القاطع أو حتى الأسلاك. للسلامة الكهربائية، خدم ديجاكتور ديفرونسيال ضروري حيت كيحمي من الصدمات الكهربائية. التعريض الأرضي مزال الطيق خص يكون مضبوط، خصوصا في الفيلات اللي فيها الحدائق أو مسبح، باش نتفاداو أي خطر ديال الكهرباء مع الماء. الاقتصاد في الطاقة، باش تنقص الفاتورة استعمل مصابيح الليد وأجهزة ذات كفاءة عالية. وخدم ألواح شمسية فوق الفيلا تقدر تعاونك بزاف في التقليص من الاستهلاك الشهري. كاين اليوم التحكم الذكي، اليوم كاين أنظمة ذكية دوموتيك كتخليك تتحكم في الإنارة والتدفئة وحتى في الأجهزة عن بعد. هادشي كيخلي الفيلا أكثر راحة وأمان، كيعاونك توفير الطاقة. إذن هادو أهم النقاط اللي خص أي واحد عنده فيلا ياخد بعين الاعتبار. السلامة قبل كل شيء، والتوفير ممكن غير بتنظيم بسيط. إلا عجبك الفيديو متنساش دير لايك، تشترك في القناة باش يوصلك الجديد. شكرا على المتابعة، نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.